السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي محترمين ومحترمات اليوتيوب متابعين البارون، أسعد الله أوقاتكم. حلقتنا النهاردة عن الحفل الذي سيقام في مصر غدا. هو حفل مغني الراب الشهير ترافيس سكوت، والحفلة هتتعمل عند سفح الأهرامات. قبل بس ما أتكلم عن الحفلة، عايز أتكلم عن اللي حصل على السوشيال ميديا بخصوص الحفل ده. ناس كتير على السوشيال ميديا قالوا ان الحفلة اتلغت، وناس كتير قالوا انه مصطفى كامل اللي هو النقيب الموسيقيين لغى الحفلة، وناس كتير قالوا انه ترافيس سكوت رفع قضية على الشركة اللي متفقة معاه جوه مصر، وناس كتير قوي قالوا انه في ناس كتير حجزت والتذاكر خلصت بعد كام ساعة، وناس قالوا وناس قالوا وناس قالوا وبعد كل ال الكلام اللي اتقال عن الغاء الحفل، فوجئنا ان ترافيس سكوت نفسه في مصر بيتصور عند الهرم او عند الاهرامات يعني. فالكلام اللي اتقال جوه السوشيال ميديا هو ده اللي انا عايز بس اعمل عليه سبوت كده لمدة دقيقة ونخش على الموضوع على طول. هل يا ترى السوشيال ميديا دلوقتي بقت أداة إظهار الحقائق، ولا السوشيال ميديا دلوقتي بقت أداة للتضليل؟ ده السؤال اللي عندي. ليه اليوتيوب اللي اتعمل عشان تبادل الثقافات بقى يوتيوب تبادل الإهانات؟ ليه السوشيال ميديا اللي اتعملت عشان الناس تبقى عارفة الحقائق بقت السوشيال ميديا اتعملت عشان التضليل؟ وكمان الحكاية بتبقى على نطاق عريض وينبثق منها او تولد لنا بعض الحكايات الاقل مساحة، لغاية لما نوصل مثلا للحكايات اللي دايرة على اليوتيوب، اللي فيها اليوتيوب بيستخدم كأداة للنصب على المتابعين، مش بس تضليلهم، ده احنا بننصب عليهم كمان. وكمان وصلنا من الحكايات الكبيرة اللي فيها دعم بصورة عنيفة للحكايات الأقل اللي خلتنا نروح لحتة اسمها دعم الفضايح. حاجات كبيرة بيتولد منها حاجات صغيرة، بس هي كلها نيم واحد أو مشكلة واحدة أو اسم واحد. ليه السوشيال ميديا اللي معمولة عشان إظهار الحقائق تبقى معمولة عشان خاطر التضليل وعدم إظهار الحقائق؟ هل ده اللي بيدر ربح للسوشيال ميديا إن الأمور تختلف، ولا هل دي خطط معمولة عشان نسقط ناس ونحيي ناس ونقوم ناس على السوشيال ميديا وننيم ناس على السوشيال ميديا؟ يعني ليه الموضوع ما بقاش كلير على السوشيال ميديا دلوقتي؟ ليه بقى يشوبوا بعض الغبار يعني مثلا كل الناس اللي طلعت على السوشيال ميديا وقالت ان الحفلة دي اتلغت، اعتقد ان الحفلة دي مترتب لها من فترة طويلة. ليه النهاردة بنقول اتلغت؟ باخد بالي انا من حاجة، هطلع بعيد كده سنة. فيديوهات كتيرة قوي بيجي لي اشعارات بيها عن المعاشات وزيادة المعاشات، وبتلعبوا بشعور الناس. انا اول واحد بجري ورا الفيديوهات دي عشان اشوف ايه الزيادة اللي اتزادت، ملاقيش حاجة بتتقال من العنوان. فهل ده لعب بمشاعر الناس؟ هل ده لتحقيق الارباح فقط؟ هل دي خطة لإدارة السوشيال ميديا؟ وانا اعتقد ان الكلام ده مظبوط، يعني ان هي دي خطه لاداره السوشيال ميديا عامه يعني. وبعدين بتنزل لتحت 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 لغايه لما تيجي الناس الصغيره تلاقيها لعبه جميله وبتكسب فلوس وخلاص. اضلل الناس اضلل الناس، انصب على الناس انصب على الناس، امول فضايح امول فضايح. فالناس اللي قالت انه الحفله دي اتلغت، اعتقد تاني ان الحفله دي معموله من زمن طويل. اتباعت تذاكرها بعد 4 ساعات. الراجل اوريدي موجود في مصر،
طب امال الناس اللي عماله تهلل انه رفع قضيه على الشركه وانه هيقاضي الشركه وانه خسر وان المفروض في شرط جزائي الشركه المصريه تدفعه له، الكلام ده كله فين؟ ده هو في مصر هنا. ابتدت مزيكا الراب او موسيقى الراب في نيويورك في بدايه السبعينات، واصبحت مولد الراب وانتشار الراب من اليو اس اي، من امريكا. زي بالظبط فكره المهرجانات اللي بتتعمل في مصر دلوقتي او بتتغنى في مصر، اتعملت في مصر وبدايتها مصر المهرجانات. مزيكا الراب عباره عن ايقاعات كلاميه، او بيقولوا عليها نوع من انواع الاداء الصوتي، مش غنى، اداء صوتي. نزلت الصبح وجبت طعمية، حطيت الطعمية في الرغيف، حطيت عليها طماطماية، كلتها بعد ساعتين. مش غنى، مش شعر، مش نثر، مش يعني. والمزيكا يعني مش محطوطة، مش ألحان محطوطة على كلمات زي الغنى، زي ما احنا اتعلمنا أو فهمنا أو عرفنا. الراب حاجة تانية خالص غير كده. ابتدى الراب في بداية السبعينات في حي برونكس في ولاية نيويورك، زي ما قلنا فعلا بداية الراب في الولايات المتحدة الأمريكية. مين أول ناس غنوا الراب؟ الأمريكيين الأفارقة. وأنا مش عايز أقول السود أنا مش بحب الكلمة دي، بحس إنها عنصرية يعني. لكن الأمريكيين الأفارقة هم اللي ابتدوا فكرة الراب، وهم اللي عملوا الراب، أو عملوا حاجة يعني عملوا وسيلة يعبروا بيها عن حياتهم اليومية أو الشخصية، وقالوا عليها مزيكا الراب. ده باختصار شديد مزيكا الراب. وابتدت فين؟ تعالوا نروح بقى للمغني اللي جاي لنا مصر، ترافيس سكوت. ترافيس سكوت اسمه جاك بيرمون ويستر أو ويبستر. مواليد 30/4/91، عنده حاجه و30 سنه تقريبا، 33 سنه او اكتر، 33 سنه. اتولد في هيوستن في تكساس في الولايات المتحده الامريكيه. جاي الاستاذ ترافيس سكوت ده يعمل حفله عن سفح الاهرامات. وهنا انا عايز اسال اول سؤال: يا ترى الحفله دي لتنشيط السياحة في مصر ولا لتنشيط حاجة تانية في مصر؟ انهم يتبعون دين جديد. طبعا حضراتكم فاهمين، وحفاظا على قناتنا المتواضعة انا مش هقدر اوضح اكتر من كده. التذاكر اللي اتباعت والاقامات في الفنادق، الفلوس دي تعمل 28,000 ليلة فندقية. يعني فندق أجر شوية أوض، أو سوري أوضة واحدة لمدة 28,000 ليلة. يعني ده دخل للسياحة في الوقت اللي احنا فيه ده، في الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها مصرنا الغالية العزيزة. ده دخل كويس. طيب هنا لازم نفكر في حاجة مهمة جدا: هل مصر جاهزة لأي مشكلة ممكن تحصل في الحفلة دي؟ بمعنى ايه يا بارون؟ بمعنى انه الجو الحر سايد في العالم كله. ادينا عمالين نسمع عن الحرائق اللي في كندا واللي في اليونان واللي هنا واللي هنا، والحر اللي هنا والحر اللي في مصر الغير طبيعي. احنا في الصحة، والحق أحق أن يتبع، احنا في الصحة مش ولا بد. احنا دولة عندنا مشاكل اقتصادية، عندنا ديون، عندنا فلوس طالعة اكتر من الانكم، اكتر من الفلوس اللي داخلة، في عجز في الموازنة. فلما بيبقى في عجز في الموازنة فبيقل اهتماماتنا بالصحة والتعليم، ودول اهم حاجتين.
والرفاهية للمواطن وي 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 وي. فهل احنا في ظل الظروف دي جاهزين للي ممكن يحصل في هذه الحفلة؟ اخر حفلة عملها ترافيس سكوت مات فيها 8 وكان فيها 12 مصاب. فانا لو عايز ادعم السياحة واكبر السياحة لازم اعمل حسابي انه حفلات ترافيس سكوت بيحصل فيها مشاكل. كل العالم قال انه هو عشان الناس اندفعت ناحية المسرح لما هو طلع فداسوا على بعض فاتكتروا على بعض، في 8 ماتوا و12 اتعوروا. هل احنا حمل حاجة زي دي تحصل عندنا في مصر؟ انه يطلع عندنا واحد متعور او سايح ميت؟ لو انا عايز بقى ادعم السياحة، لو حصل ده يبقى انا كده بدعم السياحة. طب لو واحد اتعور وراح المستشفى في الحر اللي احنا فيه ده واصابه حاجات ازيد، ما هو الكلام ده خطير. هل السياحة كده بتزدهر ولا السياحة كده بترجع تتوكس تاني اكتر ما هي موقوسة، اكتر ما هي واقفة او متنيلة على عينيها؟ يعني ما هو مفيش دخل، مفيش سياحة دلوقتي في مصر. فده سؤالي، يعني ده سؤالي، هل احنا جاهزين لمثل هذا الحفل؟ هل احنا درسنا الحفلة اللي قبليها حصل فيها ايه؟ اخاف انه بدل ما تبقى تنشيط للسياحة يبقى بوظان للسياحة، ونبقى احنا اللي عملنا كده في نفسي. قلنا اسمه جاك بيرمون ويستر. ترافيس سكوت مولود في هيوستن تكساس في 30/4 سنة 91. الحكاية انه في ناس قالوا في الحفلة الاخرانية حصل تراشق او حصل اندفاع ناحية المسرح، العدد الكم الهائل دوت، فراحوا جريوا على المسرح، فنزل ناس وقعوا، ناس اتعورت، ناس ماتت. في ناس قالت انه بيغني بعبارات شيطانية، فناس رجحوا السبب لهذا الكلام وناس رجحوا السبب لهذا الكلام. عشان كده انا سألت سؤال وده محور حلقتي النهاردة: هل الراجل ده احنا جايبينه مصر عشان ينشط السياحة، ولا الراجل ده جاي مصر احنا عارفين ان احنا هننشط السياحة بس هو عنده اهداف اخرى لتنشيط حاجة تانية، لتنشيط دين جديد موجود في العالم كله دلوقتي؟ الله اعلى واعلم، انا معرفش. لكن انا حكايتي كلها مع التضليل اللي حصل على السوشيال ميديا. كمية التضليل عالية جدا، الناس بتفتي. هل التضليل ده مرتب ليه عشان نقف قدام هذا الحفل الجديد او الحفل الجميل؟ الله اعلى واعلم. بس انا الحقيقة بتقول ان انتوا بتضللوا الناس، او الناس على السوشيال ميديا ضللتنا. هل ده عشان فعلا نعمل بوشنج للسياحة وننشط السياحة؟ برضه الله أعلى وأعلم. طب احنا لو هننشط السياحة احنا جاهزين للي ممكن يحصل؟ معرفش. في كل الأحوال أنا شايف إن الحفل ده من الحاجات الخاطئة جدا اللي تم الترتيب ليها في مصر. وشايف حاجة تانية، انه الحفل ده مخطط عالمي لمصر، ومش هوضح اكتر من كده. فاحنا بقى ناس منظمين الحفل والناس القائمين على الحفل والناس المسؤولين عن الحكاية دي، هل احنا شايفين انه ده مخطط ولا لأ؟ هل هي فعلا حقيقة انه مخطط ولا لأ؟ يعني احنا شايفينها صح ولا هو انا بيتهيألي انا بتوهم؟ فلو انا بتوهم يا رب. لكن لو الحقيقة ان في مخططات او في
حاجات بتتعمل في العالم كله، مصر جزء من هذه المخططات لإفشال مصر، لإيقاع مصر، لإنهاء مصر، ل... عايز أقول يعني لو انتوا عايزين توقعونا او تفشلونا، او انتوا عايزين تنشروا فكر جديد في مصر، يبقى هنا لابد من الدعاء لمصر. لك يا الله يا مصر. انا عايز اقول لحضراتكم، لكل الناس، مصر محفوظة. اللي مخلي مصر ماشية في عز الصعوبات والاسعار الغالية والجو الحر والمشاكل الاقتصادية وي 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 هو ربنا سبحانه وتعالى. لأن مصر ذكرت في الكتب السماوية، ذكر اسم مصر في الكتب السماوية. وأعتقد إنه حاشا أن يكون الله سبحانه وتعالى بيهزر معانا. عفوا، يعني ربنا ما بيهزرش يا جماعة، يعني حاشا ان يكون ربنا بيهزر. ربنا امين. ربنا لما بيوعد، ربنا لما بيقول ما بيرجعش في كلامه. فاللي ممشي البلد دي لغاية النهاردة هو كلام ربنا سبحانه وتعالى عليها، لان مصر ذكرت زي ما احنا قلنا من دقيقة. فلو انتوا فاكرين، او لو في ناس فاكرة انه هم هيحاولوا ينشروا هذا الدين الجديد، او ينشروا هذا الوعي الجديد والثقافة الجديدة، ينشروا او يكون عندهم مخططات لافشالنا او الايقاع بينا او فانا ما عنديش غير كلمة واحدة اقدر اقولها، انه لك الله يا مصر. مصر محفوظة، مصر ذكرت في القرآن الكريم، مصر ربنا حاطط عينه عليها. فلو انتوا حاطين عينكوا عليها، شوفوا مين فيكوا ممكن يكسب. حاشا طبعا ان احنا نعمل مقارنات ما بينكوا وما بين ربنا سبحانه وتعالى. لو انتوا حاطين عينكوا عليها لافشالها، ربنا سبحانه وتعالى من قبل منكوا حاطط عينه عليها عشان تنجو. وده اللي مخلي المركب ماشية في مصر اليومين دول، انه ربنا سبحانه وتعالى مباركها. اسعار غاليه، اسعار غاليه، الناس مش لاقيه تاكل، الناس مش لاقيه تاكل، الناس مش لاقيه تعالج، مش لاقيه تعالج، الناس تعبانه، الناس تعبانه، الناس رايحه، الناس رايحه. بس في الاخر ربنا مباركها وربنا حافظها لانها مذكوره. عايز اقول ربنا يستر ويعدي الحفله. انا اتوقع ان الحفله هتتعمل، طبعا مفيش حاجه اسمها الحفله مش هتتعمل، الحفله هتتعمل ولافندي هيقول الجمل الشيطانيه والناس هتجري ناحيه المسرح. ربنا يستر وما يكونش فيه خسائر بعد الحفله دي. تاني انا عايز اقول الجمله دي، ربنا يستر وما يكونش فيه خسائر بعد الحفله دي. وكمان ندعو الله يا مصر انه يقف امام كل من يحاول الايقاع بك والايذاء بك يا مصرنا الغاليه، ويقف امام كل سبيريت او كل روح او كل دعايه لمفاهيم جديده ومناظير جديده احنا ما نعرفهاش في ديننا خالص. لك الله يا مصر. ربنا يستر ويعدي الحفله دي على خير. عايز اقول للساده المتابعين الافاضل، يمكن صوتي يوصل لناس كتير، ما تمشيش ورا مخططات السوشيال ميديا، ما تمشيش ورا التضليل اللي على السوشيال ميديا دلوقتي. احنا في صدى حكايه عمالين نتكلم عليها بقالنا يومين اهي، او نسمعها بقالنا يومين، عن ناس ضللت ناس عشان ينصبوا عليهم. نصب علني، نصب علني. فارجو من حضراتكم ان يكون يعني انا عارف ان حضراتكم طبعا ناس افاضل وكلكم ناس محترمين، انا مسميكم محترمين ومحترمات اليوتيوب. علوا الوعي، علوا الذكاء، ركزوا كويس في الكلام اللي انتوا بتسمعوه عشان محدش
يلعب سوري بلاش دي، عشان محدش يضحك عليكم. وفي الاخر عايز ادعي تاني لمصرنا الحبيبه: لك الله يا مصر، انت محفوظه في ايدي ربك سبحانه وتعالى. يا رب يا رب ما يحصل ولا حاجه من اللي انا قلت عليها النهارده. يا رب احفظ مصر سالمه غانمه. واحنا خلوا بالكم، في ناس عايزه تشير، عايزه تبث افكار جديده مش موجوده في كتابنا السماويه. اشكر حضراتكم جدا، اشوفكم في الفيديو اللي جاي قريب جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسيت اقول لكم على حاجه: كومنتات كتير، لايكات كتير، عايز اسمع رايكم في موضوعي اللي انا عرضته النهارده. شكرا لحضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.